أصدقاء الدحيحة من كل أنحاء الجمهورية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم الدحيحة مع الدحيح الكبير دكتور كرولوس ناروز. ازيكم يا شباب، عاملين إيه؟ جايب لك الفلاشة النهاردة، الفلاشة يا عزيزي النهاردة جايب لك تسريبات قوية من امتحان 2026. الفيديو ده هيبقى شاهد عليا على اليوتيوب، إن كل اللي هيشوف الفيديو ده على اليوتيوب أنا بوعدك إن اللي هقوله ده على الأقل 5 درجات أو 6 درجات في جيبك لن يخرج عنهم الامتحان. نص ساعة يا عزيزي مهمة جدا جدا جدا، هي تسريبات قوية من تيم الدحيح الكبير لحضرتك يا دحيحة صغير. اسمعني وكوباية النسكافيه بتاعتك وتعالى حصلني. يلا بينا يا عزيزي ونشوف. عندنا يا اولاد النهارده، يعني هقول لكم ايه العمليه اكس. ولما تسمع العمليه اكس طبعا انت بتقول ايه العمليه اكس؟ العمليه اكس او الاكس بروسيس هم اهم 10 رياكشنز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دول هيلموا الاورجانيك كلها. اورجانيك في جيبك، اورجانيك ان شاء الله ان شاء الله. دول 6 درجات في الامتحان، ولكن ركز 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 في كل بروسيس انا بقولها وكل رياكشن انا بقوله. يلا يا صديقي كده نبدا ونقول اول رياكشن معانا وتسريبات تسريبات تسريبات في امتحان 2026. اسمع يا ابني التسريبه الاولى، التسريبه الاولى تسريبات تيم الدحيح الكبير. اسمعني تعال نشوف كده. اول حاجه هتجيلك في الامتحان لن يخلو منها اي امتحان، وهي الدراي ديستيليشن. يعني ايه يا دكتور دراي ديستيليشن؟ فكره الدراي ديستيليشن كلها انك انت بتنقص كربون من الهيدروكربون اللي عند حضرتك. تعال كده نشوف اكزامبل وركز. هذه الاسئله لن يخرج عنها الامتحان في الاورجانيك ان شاء الله. بص يا صديقي تعالى كده نشوف. شوف ده، اكيد طبعا كلنا عارفين الكومباوند ده اسمه ايه. دكتور ده اسمه صوديوم استيت. ده اسمه ايه؟ صوديوم، اهو صوديوم اسيتيت. ركز يا ابني لن يخرج عنهم الامتحان الكلمتين دول. صوديوم اسيتيت. هتجيب الكومباوند ده وهنعمله مع اللايم سودا كده. بص معايا ركز كويس قوي. بص كده يا صديقي، ده الميكس بتاع الدراي ديستيليشن. نعمل ايه يا دكتور؟ يا ابني كلمتين اتنين وتركز فيهم، كلمتين اتنين وتركز فيهم. شيل السونا. نعم، يبقى الدراي ديستيليشن اللي جاي في الامتحان هتعمل فيه ايه؟ هشيل السونا واحط الاتش. نعم، هشيل السونا واحط الاتش، ما بقولش حاجه تاني. شيل السونا وحط الاتش. شيل السونا وحط الاتش بتاعت مين؟ بتاعت الصوديوم هيدروكسيد. ايوه، فالاتش تيجي هنا. يبقى يا دكتور بص بص بص، يطلع عندك ايه بقى عشان ده جاي في الامتحان بقى؟ ركز. يطلع عندك سي اتش 3 حط لها اتش يبقى سي اتش 4، ويطلع معانا ايوه صوديوم كربونات. مهمة جدا جدا جدا. ده يا صديقي الميثان جاز. الميثان جاز. طب يا دكتور هي بتيجي بقى ازاي في الامتحان؟ هقول لك يا ابني التسريبة اللي جاية في الامتحان بتاعك ان شاء الله. بص يا ابني التسريبة بتقول ايه؟ اسمعني كده. طبعا هو الباشا هيدي لك كومباوند زي اللي انا هقوله لك دلوقتي ده. بص ركز كويس قوي في اللي انا بعمله. بص بص الكلام. لو ادالك كومباوند زي ده، طبعا انت اول ما هتشوف كومباوند زي ده وهيجي لك في الامتحان يا نهار اسود يا دكتور وده يتحل ازاي؟ واحده واحده عشان اقول لك بس السؤال هيجي ازاي في الامتحان وانت هتحله ازاي. ده واحده من الاسئله المهمه. بص يا صديقي، احنا اتفقنا هنشيل السونا. طب الاول اقول لك اسم الكومباوند. اسم الكومباوند ده ايه؟ اولا يا دكتور تعالى كده واحده واحده. ده عندك عد كده عدد الكربون اللي في اطول تشين. ادي 1 2 3 4. يبقى ده اسمه ايه؟ اولا ده اسمه بيوت. بيوت 4. حلو، بس خلي بالك انت عندك في هنا ميثايل جروب. يبقى هتقول له ها بص يا ابني بسمي ازاي؟ 2 ميثايل. ها 2 ميثايل. بص بص الكلمه اللي جايه، صوديوم. صح كده؟ تقول له يا مستر 2 ميثايل صوديوم. بص 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 اسمه ايه؟ بيوتان ويت. الله، يبقى ده اسمه 2 ميثايل صوديوم بيوتان ويت. الله يا دكتور، الله الله الله. طب يلا تعالى نعمل بقى دراي ديستيليشن. بنضيف ال NaOH معاها. ادي ال NaOH. هتعمل ايه؟ شيل السونا.
شيل السونا وحط الاتش هتنزل هنا اهو عند دي فيبقى يطلع ايه بقى؟ بص يا ابني، بص يا ابني اللعب، احنا هنشيل السونا دلوقتي، يبقى يطلع عندك ايه؟ بص اللي طالع بقى ده طبعا سؤال خطير جدا 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 جدا. بص CH3 اول واحده كتبتها زي ما هي، وتكتب الثانيه CH2 زي ما هي. حلو كده. طب التالتة يا دكتور خلاص دي اللي هتاخد الاتش، فتبقى CH2 كمل CH3. طبعا اول ما يجي لك ده تقول له على طول يا دكتور الكومباوند تختار اطول تشين. طب ما دي كلها تشين على بعض، دي لونجست اند كونتينوس تشين. بص كده، يبقى دول الاربعه مع بعض اسمهم ايه؟ اسمهم بيوتين. صدقني تسريبه في امتحان 2026. تعال نشوف التسريبه الثانيه. بروسيس اسمها كاتاليتيك ريفورمينج. الكاتاليتيك ريفورمينج كانت ايه فكرته؟ ان انت لو عندك الكين تقدر تحوله لاروماتيك او اروماتيك بنزين او تحوله لاروماتيك كومباوند، ما عندناش مشكله. تعالى كده نشوف. كنت طبعا بتاخد اكزامبل اللي هو C6H14 تعمل له كاتاليتيك ريفورمينج. ركز معايا، تعمل له ايه يا صديقي؟ ايوه تعمل كاتاليتيك ريفورمينج. يا ترى يا دكتور هيديني ايه الكاتاليتيك ريفورمينج؟ خلي بالك ده فيه طبعا في بلاتينيوم وفي هيت. يلا خلاص يا دكتور، بص يطلع عندك ايه؟ ايوه يطلع عندك الاروماتيك بنزين اهو، بلس كام؟ دول C6H6. حلو. طب باقي كام اتش؟ باقي 8 اهو، باقي 8. يبقى يبقى 4H2. رياكشن مهم جدا، رياكشن مهم جدا يا جماعه، رياكشن مهم وخطير جدا جدا جدا. وهسأل سؤال يا دكتور واقول طب يا ترى ايه اللي جاي لي في الامتحان؟ اسمعني بقى وتعالى اقول لك التسريبه المهمه. المشكله يا صديقي لو جاب لك ده، بص انا بكتب ايه، ركز شوف ايدي بتعمل ايه. لو جاب لك C8 خدناهاش دي، اتش كام يا صديقي؟ H18. نعم، تطلع لي ايه يا دكتور؟ سؤال بقول لك جاي لك في الامتحان، دي جايه لك السنه دي، هتجي لك السنه دي. امال احنا بنتكلم في ايه يا عزيزي؟ ركز بقى. طب بص بقى، يحصل لها كاتاليتيك ريفورمينج. اول ما يحصل الكاتاليتيك ريفورمينج يتكون البنزين رينج. دي اول نقطه، على طول ما تفكرش يا دكتور ده C8 يا ابني، مش مشكله. اسمع بقى التركات اللي جايه، تركات الدحيح الكبير. اسمع كده. طب يا دكتور احنا عندنا 2 كربون زياده. خلاص يا صديقي، يبقى C2 ايوه H5. ده شكل ممكن يجي في الامتحان، وممكن برضو دولة ممكن ده يبقى ليه شكل تاني، وهو ايوه برضو بارا ميثايل تولوين. يا سلام عليك يا دكتور، يا سلام عليك يا دكتور. انا بدي لك يا ابني تريكات مهمه جدا، تريكات خطيره جدا. خلي بالك من الشكلين دول، ممكن خلي بالك من الشكلين دول لو لعب لك بالسي 8. طبعا انت عارف ان ده اوكتين يا صديقي، اوكتين. انا بقول لك كلام والباقي عليك انت بقى. اسمع بقى، يلا تعالى بقى نشوف يا صديقي الرياكشن نمبر 3 اللي بنسبة مليون المية جاي في الامتحان. وانا قلت السنة اللي فاتت جاي وجه، وبقول لك الرياكشن ده بيدي حاجات كتيرة قوي 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 مهمة قوي. preparation of acetylene from methane. عند حضرتك الميثين ده بيتجاب، يعني الميثين اهو مهمة جدا جدا، بتديني مفتاح للأورجانيك كلها CH4. يلا يا دكتور كده هنعمل حاجة بروسيس اسمها رابيد ايوه كانشنج. طب ثانية واحدة، دي كان بيحصل فيها ايه؟ بص يا حبيبي، ايه البروسيس دي عبارة عن ايه؟ الاول قبل البروسيس دي كنا بنعمل يا شباب يعني بنعمل بيسموها سترونج هيتنج، بنسخن. والتسخين بتاعنا كانت التمبريتشر بتاعته بتبقى more than 1400، يعني بيكون around ال 1500 دي التمبريتشر. وبعد كده بعد ما بنعمل سترونج هيتنج بعد كده بنعمل فاست كولينج، يعني احنا بنسخن وبعد كده بنبرد. حلو، يعني بعد ما بتسخن بتعمل ايه؟ فاست كولينج. ممكن في الامتحان يقول لك ايه؟ رابيد كانشنج. شكرا.
نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. ووقتها الميثين هيتحول، بص كده، بص هيتحول لايه؟ يتحول لايثاين. افتكر ونعمل بالانس، نحط هنا 2 تاني. هقولها مرة تاني، رياكشن خطير. طب هقولها مرة تاني يا صديقي. اولا دول كده 8، خدنا منهم هنا 2. هقولها مرة تاني. يبقى يا صديقي الميثين لو عملنا له رابط كاشنج يطلع اسيتايلين. مرة تاني، الميثين يطلع اسيتايلين او بنسميه الايوباك نيم ايثاين. 2026 اديني بقولها لك. رياكشن مهم جدا 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 وملهوش اي شغل تاني. from، خلي بالك ده ممكن يجيب لك في الامتحان ايه. from the most simple organic compound، من اكتر simple organic compound اهو، من يعني ابسط واحد، مفيش ابسط منه اللي هو الميثين. ازاي تجيب الايثاين؟ انا كتبتها لك وقلت لك الرياكشن ده مهم. تعال نشوف الرياكشن اللي بعده. الرياكشن اللي بعده يا صديقي اسمه كاتاليتيك هايدريشن. اسمه ايه؟ اسمه كاتاليتيك هايدريشن. لا ثانيه واحده يا دكتور، يعني ايه كاتاليتيك هايدريشن؟ يعني اديشن اوف ووتر. صح لي كده، صح لي وفوق لي واصحى لي، داخلين على حاجات مهمه جدا يا ابني. اكزام ده امتحان 2026. تسريبه وديني بقولها لك، ركزت فيها يا ابني هتاخد فول مارك، ما ركزتش هتاخد فوق دماغك. كده هتاخد، فبدل ما تاخد فوق دماغك خد الفول مارك. يلا ركز بقى معايا. كاتاليتيك هايدريشن. تعالى نمسك الاول الالكين وركز معايا من فضلك. بص كده يا صديقي، ادي الالكين اللي عندنا اهو. ده الالكين. حلو يا دكتور. الكين هتعمل له كاتاليتيك هايدريشن، يعني انت بتضيف ووتر HOH. اتعود دايما لما تضيف ووتر تكتب HOH. الرياكشن ده يا صديقي فاكر كان بيتم عند كام؟ الرياكشن ده كان بيتم في تمبريتشر 110 ديجري سيليزيوس في وجود السلفوريك اسيد اهو. الرياكشن من الرياكشنات المتوقعه في 2026. ركز معايا، الرياكشن مهم. طيب هتعمل ايه يا صديقي الغالي؟ ايوه يا دكتور، هجيب ال HOH واكسر بيها البوند دي. لما تكسرها بص يطلع ايه؟ دول زي ما هم اهو. طبعا كربون هتاخد H والكربون الثانيه هتاخد ال OH. وبالتالي يا صديقي واحد من الحاجات المهمه انك تبقى عارف ان الايثين او الايثيلين هيطلع ايثانول. من ايثانول ده حبيب قلبي ده الكحول. الكحول مهم قوي 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 قوي. حلوه جدا. طيب يبقى الالكين هعمل له كاتاليتيك هايدريشن يطلع الكحول. خلصنا. تعال بقى نمسك في الالكاين. ما انا قلت لك عندنا تو رياكشن، عندنا الكين وعندنا الكاين. اللي عايز يا شباب البي دي اف هيكون موجود. بس ركز بقى هنا بقى، لا هنا الكلام مختلف. هنا بقى تصحى لي عندي تو رياكشن محشورين في زوري. طب يا عم نضايق على نفسنا ليه؟ تعالى كده، ايوه كده، بص معايا. بص كده الالكاين اهو. بص الكاين وعايز اعمل له كاتاليتيك هايدريشن. بص يا ابني، هتقسم الالكاين لنوعين 2. اول واحد اسمه اسيتالاين، ده اول واحد اهو لوحده. ثم بروباين، ثم اي حاجه تاني. الكومباوند ده كده على جنب لوحده. ايوه حبيب قلب القمر، ايوه كده خليك قمر. واللي بعده على طول هاخد ده. الرياكشن ده مفيش امتحان في ثانويه عامه خرج منها هذا الرياكشن. الرياكشن ده جاي في الامتحان، اديني بكررها وبقولها بعلو صوت يا جماعه. واحد من الرياكشنز المهمه. بص يا صديقي، تعالى نعمل لده كاتاليتيك هيدريشن. هضيف له اتش و او اتش. طبعا الرياكشن ده بفكرك بيتم في وجود HgSO4 وكمان ال H2SO4. طبعا التمبريتشر يا جماعه بتكون اراوند 60 ديجري سيليزيوس. ونجم النجوم السلفوريك اسيد ده بيكون
طبعا البرسنت بتاعته 40%. تعالى بقى يا صديقي نشوف هيطلع ايه. بص امشي معايا خطوه خطوه. ده هيكسر البوند دي. بص كده يا قلبي، بص كده يطلع ايه. امشي معايا خطوه خطوه اهو. انا ماشي معاك يا دكتور وربنا يستر، ما تقلقش يا ابني، مش هوديك في داهيه، عمري ما اوديك في داهيه. حلو، انت حضرتك حطيت لي اتش او اتش. بص معايا اهو ادي الاتش وادي الاو اتش. دكتور في ممنوعات عندنا في الكيمستري، ايه هي يا ابني الممنوعات؟ ما ينفعش يكون عندك كربون عليها دبل بوند ويكون عليها او اتش كده يا دكتور، ده انستيبل كومباوند. انستيبل اهو. ده هيحصل له يا شباب ري ارينجمنت. بص بقى الري ارينجمنت يحصل ازاي عشان تبقى فاهم، وده اللي بيميز الطالب اللي فاهم عن الطالب التعبان في دماغه. بص الري ارينجمنت يحصل ازاي. شايف يا ابني الدبل بوند دي تطلع فوق مع الاكسجين. شايف يا ابني الاتش دي تنزل تحت هنا اهو. تعالى بقى كده ارسم لي الحاجات دي الحلوه دي كده. بص اهو ادي كده كربون، وادي طبعا هنا في اتش، هنا حضرتك قلت دبل بوند ومعاه الاكسجين. تعالى لي بقى هنا كام اتش؟ 3 اتشات. اسم الكومباوند اللي طلع ده يا دكتور اسمه اسمه ايه؟ اسيتال دي هايد. الله، اسيتال دهايد. الله، ايه يا دكتور اسيتال دهايد؟ الاسيتال دهايد ده لما يا صديقي تاخده تعمل له اوكسيديشن يبقى اسيتيك اسيد. ولو انت مش فاضي تعمل له اوكسيديشن اعمل له ريدكشن. الريدكشن هتحوله لايثانول. يا سلام يا دكتور، يا سلام يا دكتور على الاورجانيك مع الدكتور. الاورجانيك يا ابني مع الدكتور في حته تانية، الاورجانيك مع الدكتور في حته تانية. انا قلت لك الاول حاله خاصه. تعالى شوف بقى اي كومباوند تاني غير اللي انا قلته في البدايه. احنا الاول طلع الديهايد اللي هو اسيتالدهايد، نوع من الالدهايد اسمه اسيتالدهايد. طب تعالى بقى ده بقى يطلع ايه؟ غير انه هيطلع عيني يعني. بص بقى هنضيف له اتش او اتش. يا دكتور الكلام حلو قوي. اكسر، كسرت، اوعى رجلي ما تدمرنيش يالا. بص كده ادي الكربون، ادي عليها اتشات بتاعتها، ما عندناش اي مشكله. وبعد ما كسرنا واحده من دول ادي كربون وعليها ادي الدبل بوند اهو، وادي كربون وادي اتش. التقيل والشديد كله جاي. بص بقى كده هنبتدي نختلف. هضيف الاتش فين واضيف الاو اتش فين؟ عندنا رول هناخدها كمان شويه اسمها ماركونيكوف رول، بتقول الغني يزيد في غناه والفقر يخليه في فقره. والاتش تروح لمين؟ الاتش تروح للريتش. حلو. طب الاتش هنا هتروح للريتش. مين اللي عندها يعني اتشات اكتر؟ خلاص يبقى الاتش تيجي هنا. حلو يا دكتور. والاو اتش هنا. حلو قوي الكلام ده. قلت لك يا ابني من المحرمات ان يبقى في كربون عندها دبل بوند عليها او اتش. لازم اللي عليها او اتش يكون عليها كلها سنجل بوند. خلاص يبقى يحصل ري ارينجمنت. هيحصل ازاي؟ بص كده يا صديقي الاتشايه دي بص تنزل هنا اهو. خلصنا بس خلي بالك يا سعاد، عندنا شغل يا سعاد. خلاص يا دكتور انت مش قلت هتنزل هنا؟ خلاص يبقى دي كلها اتشات، الكربون دي كلها اتشات اهو. طب والدبل بوند؟ ايوه تطلع هنا اهو. بص يا ابني ده واحد من الرياكشنز اللي ما ينفعش ما تبقاش فاهمها، لازم تبقى فاهمه كويس قوي. ده جاي في الامتحان. الكومباوند اللي طلع من عيله اسمها عيله الكيتونز. ده من عيله الكيتون، لكن هو اسمه ايه؟ ده اسمه اسيتون. ده اسيتون يا فندم. بتاع المانيكير اللي بنجيبه من الصيدليه، الاسيتون. ماشي يلا. حلو الكلام، حلو قوي. التسريبه رقم 5 وعندك يا ابني امتحان 2026. صدقني خطيره، جايه من هنا للصبح ان شاء الله. شغال لك عم بوحه الصباح جايه في الامتحان. واسمعني، اسمع الكلمتين دول. الاكسيديشن اوف الكحول، هنقسم الالكحول ل3 حاجات يا صديقي. من هم؟ اول واحد عندك
الكربون اللي ماسكه في الاو اتش وعليها اتشيتين، حبيب قلبي ده بنسميه برايمري الكحول. البرايمري الكحول اهو مدي لك الاكزامبل على طول. لما يحصل له اوكسيديشن، الاكسيديشن بيحصل على تو بروسيس. اول مره يتحول ايوه لاسيتالدهايد، وبعد ما يبقى اسيتالدهايد لو عملت له اوكسيديشن مره تانية يبقى اسيتيك اسيد. كلام خطير كلام خطير كلام خطير. يبقى ده اول واحد البرايمري الكحول. طب نمبر 2 اسمعني يا ابني، لو جبت لك بقى الكحول بس مش برايمري، بص بقى الكربون اللي ماسكه في الاو اتش هخليها تمسك في اتشايه واحده بس. في الحاله دي يا اولاد يبقى ده، ركز رياكشن مهم جدا، يبقى الرياكشن ده سكندري الكحول. السكندري الكحول بنعمل له اوكسيديشن على مره واحده. بيجي في الامتحان يقول لك على حسب عملت كام بروسيس اوكسيديشن. لو قال لك مره واحده يبقى خلاص ده هيتحول بقى، بص هيبقى كيتون اهو، كربون ماسكه في دبل بوند وادي السي اتش 3 كيتون. حلو قوي اهو، ده اسمه ايه؟ كيتون. كيتون طبعا هو دي عيله، هو ده اسمه اسيتون اللي احنا قلناه من شويه. خلاص كده. طيب اخيرا يا دكتور التيرشري اهو، بص معايا كده، كربون اللي ماسكه في الاو اتش ماسكه في ولا اتش وكل اللي عليها سي اتش 3. سي اتش 3 بص ده نو رياكشن، مش هيحصل له اوكسيديشن خالص اهو، نو اوكسيديشن، نو يا عم الحاج نو. اخيرا انا قلت لك التولوين، ركز معايا عشان ده مهم قوي 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 قوي. لو جاب لك التولوين بالشكل ده اهو، بص كده وركز بقى معايا في الكلام اللي جاي اهو يا دكتور، ده التولوين اهو. التولوين لو هتعمل له اوكسيديشن ب 3 اكسجين في وجود الفاناديوم بنتوكسيد، مهمه قوي 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 قوي. لو ده حصل له اوكسيديشن هيتحول لايه يا ابني؟ رياكشن عالمي، رياكشن مهم جدا. يتحول التولوين يتحول لواحد من اهم الكومباوندز اللي اسمه بنزويك اسيد. مهمه دي مهمه جدا 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 جدا. وبعد ما خلصنا دي يا صديقي تعالى بقى اقول لك على التسريبه اللي بعدها، وهو برضو نوع من انواع الاكسيديشن ولكن عند الباير رياكشن. اسمع بقى الباير رياكشن، هسميه الاكسيديشن اوف، ايوه يا ابني اوف ايه؟ اوف الكين. يعني هو ده كان بيتكلم على الالكين. تعال اقول لك الرياكشن ده حصل ازاي. بص اسمعني دكتور، عندنا الكين اهو، اهلا وسهلا. ده واحد من الرياكشنز اللي بتتكرر يا جماعه كتير قوي. هعمل له اوكسيديشن، هضيف عليه ووتر، والووتر دي اوكسجينيتد يعني عليها اكسجين اهو، فيها اكسجين زياده، فيعتبر انت حضرتك هتضيف او اتش اهو، عشان بس ايه تبقى فاهمني بقى، فاهم؟ ما هم خلاص H2O ودي يبقى OH وOH هتتضاف. طيب تعالى كده لو هنضيف OH نكسر البوند دي. لو احنا كسرناها، بس خلي بالك هنحط طبعا اوكسيدايزنج ايجنت زي الكمانو 4 وفي الكالاين ميديم، وسط زي ما بيقولوا كده بيزك ميديم او الكالاين ميديم. تعالى بقى نقول له ايه اللي هيحصل. بص كده يا عزيزي، ركز وركز وركز للصبح. كربون مع كربون، ها احنا كسرنا البوند، صدقني انا كسرت البوند اهو، انا كسرت البوند. حلو، هضيف OH وOH اهو، بص ادي OH وادي OH. دكتور ده اسمه ايه؟ ركز بقى من فضلك. نو بالسلامه. ده اسمه ايه يا دكتور؟ ايوه ده اسمه يا شباب ايثايلين جلايكول. مفيش امتحان ثانويه عامه ده ما جاش فيها. واحد من الكومباوندز المهمه جدا اللي جاي لك ان شاء الله السنه دي اسمه ايثايلين جلايكول. هضيف لحضرتك
نقطة مهمة جدا، الكومباوند ده كان يوز از انتي فريز، بنستخدمه از انتي فريز فين يا دكتور؟ في الكار رادياتورز. ايه يا دكتور الكار رادياتورز ده؟ يا حبيب قلب الكار رادياتورز اللي هو المبرد بتاع العربيه، الرادياتير بتاع العربيه يعني. طب بنستخدمه كده في اي مكان؟ لا، في الكولد اريا، في المناطق البارده. حلو قوي يا دكتور. تعالى بقى يا دكتور شوف التسريبه رقم، كمل تسريباتك، تسريباتك عاليه قوي يا دكتور. الماركونيكوف رولز. الله، بص 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 بص. اذا كنت غني تغنى. يا سلام، يعني اذا كنت غني اغنى، واذا كنت فقير تزيد فقر. يا نهار اسود، ليه الكلام ده؟ تعالى يا ابني ركز معايا في الماركونيكوف رول. الماركونيكوف رول دي واحده من الرولز اللي بتطبق وانا بروسيس اوف اديشن، يعني لما اجي اعمل اي بروسيس فيها اديشن واجي اشوف الالكين او الالكاين، لو الالكين او الالكاين اللي معايا مش سيمتريك، يعني بنسميها اسيمتريك الكين او اسيمتريك الكاين، الاثنين دول بطبق فيهم الماركونيكوف رول. بص كده حبيب قلبي معايا، عندنا ده، بص كده كومباوند زي كده بيجي لك في الامتحان وبيقول لك يا ابني عايزين نضيف HCl مثلا، هتقول له هنا لازم اطبق ماركونيكوف رول. طب اللي هي ايه؟ تعالى كده ضيف ال HCl، هتكسر البوند دي، لو هتكسر البوند دي هتضيف ال H فين وال Cl فين؟ خلاص انا فهمت، ماركونيكوف قال اللي عنده اتشات كتير تروح له اتش. افهم دي، الاتش تروح للريتش، الاتش تروح للريتش، ده HCl. خلاص يا دكتور، يبقى الاتش دي تروح لمين؟ للي عندها 2. طب والسي ال تروح لمين؟ تروح للفقيره. طيب يبقى هيطلع كومباوند بقى. بص بص بص، ده جاي في الامتحان يا جماعه، ما ينفعش امتحان ثانويه عامه ما يبقاش فيه ماركونيكوف رول. اديني باكد معاك على المعلومه اهو، ادي السي ال هنا اهو، وهنا سي اتش كام؟ سي اتش 3. مهمه جدا 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 يا جماعه الماركونيكوف رول. طيب تعالى اطبق معاك ماركونيكوف رول بس المره دي على الكاين. يلا كده تعالى نشوفها على الكاين. ركز وانت بتشتغل معايا من فضلك. ايه اللي احنا عملنا ده؟ لا طبعا غلط. عايزك تضيف هنا HBr هيدروجين بروميد مرتين. بص بص يا صديقي هنعملها ازاي بامانه. بص، وانت بتضيف اول مره انت ما عندكش مشكله، خلينا نضيفها اهو على مرتين، وانت بتضيف اول مره ما عندناش مشكله، مش هنطبق ماركونيكوف رول. اكسر، تضيف اتش في ناحيه والبي ار في ناحيه. يبقى بص يا دكتور ادي كربون اهو، بص 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 الحركات، بص التريكات، ادي الاتش وادي البي ار. مش فارقه معايا الحقيقه، مش فارقه معايا الحقيقه. طيب ضفت اول مره الاتش بي ار ما كانش عندي اي مشكله تماما، لكن تعالى بقى يا صديقي نضيف اتش بي ار مره ثانيه. بص بص بص، ثاني مره بضيف فيها اتش بي ار رحت قلت لي ايه؟ دكتور ده بنسميه اسيمتريك الكين. عرفت منين؟ لو حطيت القلم بين الكربون والكربون، بص كده الناحيه اليمين مش زي الشمال، الاثنين مش شبه بعض. طالما مش شبه بعض يبقى كده لازم تطبق ماركونيكوف. ماركونيكوف قال الغني يزيد في غناه والفقر يخليه في فقر، والاتش تروح للريتش. طيب خلاص، يبقى الاتش بي ار، الاتش تروح عند الكربون دي والبي ار تروح عند الكربون الثانيه. فبص يا صديقي يطلع ايه؟ اشكرك. 2026 يا جماعه، انا مش بخترع ومش بقول كيمستري من اول وجديد، بس يا جماعه دي لازم تيجي في الامتحان. ده قائم يا جماعه، الكلام اللي احنا بنقوله ده معلش احنا مش جايبين فلاشات ولا مسربين حاجه، محدش يفهمنا غلط يا جماعه. الكلام اللي احنا بنقوله ده قايم على تحليل امتحانات قديمه، وقايم على تحليل الاسترشاد اللي جه في 2026 يا جماعه. دي الخلاصه. ده لو انت عايز، طبعا ده لا يغني عن المذاكره بتاعتك، ولكن انا بدي لك حاجات بنسب عاليه جدا جايه في الامتحان، بنسبه قد تصل ل 95%، ودي نسبه كبيره جدا بالمناسبه. لازم يا جماعه في الامتحان تيجي الحاجات دي، ده بنسبه 1,000,000%. ودي للامانه يعني خلاصات دحيحه، خلاصات دحيحه. السؤال الاهم اللي بيتكرر كتير قوي، الريدكشن اوف اسيدز. لازم تبقى عارف يا صديقي ان انت لو عندك الاسيد ده اللي هو الاسيتيك وعملت له ريدكشن
وانا مغمض، صدقني وانا مغمض لو عملنا له ريدكشن في وجود الكبر كروميت، لو حصل ريدكشن لده على طول يتحول لالكحول اهو. يا سيدي انا عارف، ما هو الالكحول لو عملت له كومبليت اوكسيديشن يتحول لاسيتيك اسيد، لكن بالريدكشن بص يتحول لايه؟ بص الريدكشن حوله لايه؟ يبقى اي اسيد هتعمل له ريدكشن، وانا جاي لك دلوقتي هدي لك تركايه عالميه. يعني مثلا لو جبت البنزويك اسيد، مش كتير قوي يعرف الحته دي يا جماعه، مش كتير قوي، حته تركايه جميله. البنزويك اسيد اهو، لو جيت عملت له ريدكشن اهو، عارف يا صديقي يحصل ايه؟ ده لو حصل له ريدكشن يا صديقي، ده لو حصل له ريدكشن بص هنلعب هنا فوق فيطلع ايه؟ السؤال ده مش اي حد يعرف يحله غير لو طالب فعلا بيفهم كيمستري مش بيحفظ. الحفيظه هنا هتزعل مني شويه، مش للحفيظه. بص يطلع ايه؟ كومباوند انت اول مره تشوفه، كومباوند اول مره تشوفه. بص ده البنزويك، لكن ده ايه؟ ده اسمه بنزايل الكحول، ده انت اول مره تشوفه. خلاص كده كومباوند مهم جدا جدا جدا. خلاص، فحاجات كده تريكات الدحيحه لازم تبقى ايه موجوده في دماغك. تعال نشوف رياكشن نمبر 9، استرفيكيشن. يعني ايه استرفيكيشن يا دكتور؟ انا حافظ الرول، اسيد مع الكحول على طول استر ووتر. تاني، اسيد مع الكحول استر ووتر. طب تعال نشوف الرياكشن. CH3 COOH جايه في الامتحان، ما تفكرش، ده احنا كل سنه بنتخانق عليها وبتيجي صدقني كل سنه في الامتحان اهو. حاجات، هي حاجات احنا مش بنخترع يا جماعه، الحاجات دي بتتكرر. بص 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 بص، يلا كده تعال اقول لك هتعمل ايه وانت مغمض. اسمعني 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 وافهمني. بص، نطير الاو اتش دي ومعاها الاتش دي ونحط الاتنين مع بعض فيطلع لي، بص بص بص، CH3 ايوه، ها، COO الاو الثانيه بتاعت دي C2H5. ما بنعملش اي حاجه، استرفيكيشن طبعا مع ووتر عشان ما ننساش، صح كده؟ طبعا يجي لي واد يقول لي ايه دكتور انا مش عارف اعمل النومنكليتشر، انا مش عارف اعمل النومنكليتشر. هقول له بص عشان دي بتلخبط ناس كتير قوي، اسمعني وهعلمك ازاي تعمل نومنكليتشر. شايف الاو النضاره دي؟ اقسمها نصين اهو، قسمت النضاره نصين. الجزء اللي مع السي او ده جاي من الاسيد، فده هنسميه اسيتيت عشان جاي من الاسيتيك، او ممكن نسميه اكوردنج للايوباك ايثانويت. طيب تعال نشوف ده C2H5 ده عباره عن ايه يا صديقي؟ دي عباره عن ايثايل جروب، دي ايس، ما كتبناها بس لا نخليها لك بشكل واضح اهو، ايثايل جروب، دي ايثايل جروب. طب تعالى كده نسمي نقول ايه؟ بص بص بص، نقول الاول اسم الايثايل خلاص كده، فنقول ايه؟ ايثايل، بص ايثايل اسيتيت استر. انا خلصت، جايلك في الامتحان، جايلك في الامتحان، جايلك دي برشامه الدحيح الكبير يا ابني. ده البرشام ده انتوا ليله الامتحان البرشام ده هتسمعوه مره تانية، بس انا عايزك تسمعه دلوقتي عشان نخلص. يلا، الكالاين هيدروليسيس اوف ايستر. ثانيه واحده، احنا مش كان معانا ايستر من شويه؟ هاتوا. يعني ايه الكالاين هيدروليسيس؟ يعني سابونيفيكيشن، البروسيس اللي بيحصل فيها تكوين السوب، تكوين الصابون. طيب تعالى كده نشوف يا دكتور السابونيفيكيشن. ادي عندك كومباوند انت لسه حضرتك محضره من شويه، استر اهو. بص يا ابني انا هدي لك حاجتين مهمين قوي وتاني حاجه هناخدها الامونولايزس. والامونولايزس واحده من التريكات اللي بتوقع الدحيحه الكبار، مش الدحيحه الصغيرين، لا الدحيحه الكبار. هعلمك ازاي تعمل التو بروسيس دول ازاي بس عايزك بقى تركز بقى معايا، تركز بقى، الله يفتح عليك، انا مش عايز منك حاجه، انا عايزك تركز وخلاص. يلا، الالكالين هيدروليز ده بيتم في وجود الصوديوم هيدروكسيد NaOH اهو، بص كده معايا يا صديقي. طيب
ايه اللي يحصل؟ بص بص يا دكتور، بص بامانه اللي هيحصل. ركز، شايف دي؟ انا بكسر من عندها. طيب ده الجزء بتاع الالكحول يطلع بره زي ما هو. ارجع على ارجع على زي ما جيت. الالكحول طلعت بره. طب اخدت يا دكتور الاتش منين؟ اخدت الاتش من هنا اهو. طيب الجزء الثاني السي او ياخد الان اي او فيطلع سي اتش 3 سي او او ان اي، صوديوم اسيتات سابونيفيكيشن يا نجم. يبقى وانت بتعمل اي رياكشن للاستر، سواء اسيديك هيدروليسيس، الكالاين هيدروليسيس، امونالايزيس زي اللي احنا بنتكلم فيها دي كمان شويه اهو. يلا عشان هتعمل امونالايزيس انا بكسر منين؟ اهو من عند المناخير، من عند مناخيرك. بص بص يعني اعتبرها نضاره اهو. بص افتكر دايما ادي العينين اهو والمناخير في النص كده اهو، يعني حاول لا راضي. طيب بص بقى صديقي، هنا هنقاد الامونيا. يا سلام يا دكتور، هنقاد الامونيا. بص 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 اللي هيحصل، هقولها لك للمره المليون. مستر ده مين ده؟ ده الجزء بتاع الالكحول. طب ما تديله الاتش وتخلصنا. اهو ادي الايثانول. مش عارف ده مضايقكم ليه يا جماعه؟ اهو ده الامونالايزز. طب تعالى بقى نتكلم في الجزء بتاع الاسيد. بص بص بص، انت كده متبقي عندك من دي اتشاتين ان اتش 2 دي اللي باقي بس من الامونيا. فهجيب ده كله اهو. بص بص بص، سي اتش 3. بص يا هلا، بص يا هلا، سي او. سي او، ما عملش اي حاجه، ما عملش اي حاجه. حط لها ايوه ان اتش 2. اسمه ايه ده يا دكتور؟ ده اسمه اسيتامايد. خطيره. توقعات الدحيح الكبير 2026. انتظروني في الفيديو اللي جاي، توقعات لن يخرج عنها الامتحان. اخوكم الدحيح الكبير، اشوفكم على خير يا شباب.